أصدقائي الغاليين الأبطال والمقاتلين دفعة تالتة ثانوي داخلين على الجمال كله، على المفاجآت والهدايا الجامدة جدا وبداية فيزياء جديدة جميلة. الفيزياء الحديثة، الفيزياء هتدلعك بعد ما كانت مرار طافح وقوانين وحل ومرار، بقى هتبقى فيزياء جميلة، فيزياء حديثة في منتهى الجمال والسهولة والروعة. واسألوا الدفعات اللي فاتت كنا بندلعهم ازاي في الفيزياء الحديثة، والحمد لله كالعادة أسئلتها بتبقى مضمونة في امتحان آخر السنة بإذن الله. طب هنعمل إيه مبدئيا؟ يوم الجمعة 23 فبراير ده امتحان شامل، بس هريحها. يعني إيه؟ هخليه على الفصل الاول كله، احنا لسه مراجعين ومراجعنا مع الرابع. هحط الفصل الاول، من الفصل الثاني تذاكر لي اجهزه القياس بس، وتذاكر لي الفصل الثالث، ومش هلعب عند الرابع دلوقتي. هخليك الجمعه دي على الهادي، على الهادي يا زميلي. فصل اول خلاص، انت شغال في الرابع بتذاكر، كمل زي ما انت. لكن فصل اول زائد درس من الفصل الثاني اللي هو اجهزه القياس زائد الفصل الثالث كله. تمام؟ ايوه تمام التمام. ده الجمعه دي، وهنزل لك يوم الجمعه محاضره بالليل فيها تجميع الفصل الرابع كله لانه هيخلص الخميس. فانت الرابع هينزل لك محاضره تجميعيه للفصل الرابع كله على الابلكيشن، الفصل كله في ساعتين وبس فيهم الفصل كله، بس تكون سامعه كويس. هو محاضراته قليله 8 محاضرات، لو خلصتهم روح اسمع الساعتين اللي هتلم فيهم الفصل الرابع كله. كده خلاص الكهربية وصعوبتها وجمدانها خلص. خلاص هندخل بقى ابتداء من محاضرة الحد. محاضراتنا حد، تلات، خميس، ومحاضرات صغيرة، ما بنعملش محاضرة بالست 7 ساعات، يعني محاضرة صغيرة. لا، من يوم الحد بإذن الله بإذن الله هينزل لحضرتك الفيزياء الحديثة. الفيزياء الحديثة اللي فيها الفصل الخامس ياخد له أسبوع ونص، السادس أقل من أسبوع، السابع محاضرة واحدة، والثامن هياخد له أسبوع كمان أو أسبوع ونص. يعني إن شاء الله في نهايات مارس، طبعا ممكن نخلص قبل نهاية مارس، لكن إن شاء الله في مارس بإذن الله هنخلص المنهج تماما تماما تماما. اوعى تنسى مع الرابع بقول لك ذاكر الفصل الأول، فأنت المفروض إنك حتى لو التاني والتالت فيهم حاجات انت لازم مخلص الرابع مع الاول. طيب مع الخامس هتراجع التاني، والتاني انت هتبقى ذاكرت منه درس اجهزه القياس بتاع امتحان الجمعه الجايه خلاص. ومع السادس والسابع تراجع التالت، وهنزلك برضو عليهم اسئله واحنا شغالين حديثه. براجع لك الكهربيه وبنزل لك اسئله على الكهربيه، وبدوس معاك في الكهربيه علشان تبقى شغال حديثه مع كهربيه في نفس الوقت. ولما تاخد الفصل الثامن الاخير في الحديثه هتكون بتراجع معاه الفصل الرابع كهربية. ودي المراجعة الأولى يا زميلي، لأن بعديها أول ما أخلص الحديثة هعمل لك مراجعة تانية جميلة فيها كل فصل في محاضرة. كنت منزل لك الفصل الأول في محاضرة، والثاني في محاضرة، والثالث في محاضرة. هنزل لك باقي الفصول كل فصل في محاضرة تمهيدا للمراجعة النهائية اللي بتبدأ معانا في أول شهر 4. خلاص كده يبقى كل فصل في محاضرة انتهى تماما المراجعة الثانية. المراجعة الأولى مراجعة الميكس، فصل كهربية مع فصل حديثة. المراجعة الثانية كل فصل في محاضرة عشان تدخل معايا اجمل حكايه، تدخل معايا اجمل حكايه، حكايه المراجعه النهائيه اللي هناخد فيها كل درس في محاضره، وهقول لك تفاصيل المراجعه النهائيه اللي هنحل فيها كل المصادر. بس خليها لوقتها، مفاجاه جامده جدا 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 في المراجعه النهائيه. لكن عشان تكون معانا في المراجعه النهائيه اللي بشهاده الكل من السنه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها ما بيطلعش منها امتحان اخر السنه، لازم تلتزم معايا الفتره اللي جايه. اوعى تنسى امتحانك الجمعه اللي جايه على الفصل الاول كله، الدرس الاخير بس من الفصل الثاني اللي هو اجهزه القياس، والفصل الثالث كله دول بتوع الجمعه اللي جايه. اما الجمعه اللي بعدها هتمتحن بقى على الرابع. ده الجمعه اللي بعدها الامتحان بتاع الجمعه الجايه هيبقى ورقي لطلاب المنيا ومراكزها، كل مركز في القاعه اللي متعود بيمتحن فيها. ده بالنسبه للمنيا، وهينزل اونلاين لباقي المراكز والمحافظات علشان يبقى كل الناس رجعت فصل اول، رجعت اجهزه القياس من الفصل الثاني، رجعوا الفصل الثالث كله. الجمعه اللي بعدها هيبقى امتحان اونلاين على الفصل الرابع، واللي بعدها هيبقى امتحان الجمهوريه. مش ناسيين امتحان الجمهوريه، لكن بعد ما تمتحن الاسبوعين الجايين هنعمل لك بقى امتحان الجمهوريه لكل طلاب مصر وهديته ايفون. نشوفكم على الف خير في امتحان الجمعه اللي جايه، وبعدها يوم الاحد بدايه الفيزياء الحديثه. خليك فاكر تفضل حكايتنا حكايه نجاح اسمك بيكملها، وان قالوا لك مش هتقدر خليك واثق انك بربنا هتقدر. نشوفكم على الف